الحضور الكرام، أحييكم باسمي وبالنيابة عن عمال العراق، وأود القول أني أشعر بالفخر لوجودي بين هذه الكوكبة الرائعة من القادة العماليين والنقابيين الذين تصدروا الثورة منذ الأيام الأولى. أود القول أن الطبقة العاملة المصرية التي قدمت نموذجا لمساهمة العمال في الثورة وتصدرهم لمجرياتها قد قدمت للعالم عام 1871 وفي أول حكومة عمالية في التاريخ في كومونة باريس. الاسم الأول في المجلس العام للكومونة هو مصري، وهو العامل أنيس البيطار. كان الأول من بين 23 من أعضاء المجلس العام لكومونة باريس، وهي خبرة الطبقة العاملة الأولى في استلام السلطة. أيها الأخوة، أود القول بأننا كنا نتابع تطورات الثورة في مصر منذ فجر الموجة الجديدة للإضرابات العمالية منذ أواخر عام 2006، وكنا على اتصال مع الأخوة القادة النقابيين هنا في مصر. لقد كانت تلك التظاهرات والاعتصامات التي نظمها آلاف العمال المقدمة والتمرين الثوري الذي دفع بالجماهير لمواجهة النظام منذ 2006 وانتهاء بالاعتصام المجيد أمام البرلمان والمبيت أمام البرلمان للمطالبة بحقوق العمال. كانت تلك هي المقدمة الفعلية والحقيقية للثورة، وكانت كل المؤشرات تشير إلى أن عمال مصر هم في الصف الأول من الثورة. أخواني، إن النموذج العصري والمتقدم للثورة المصرية والنموذج الذي قدمه عمال مصر باعتقادي أنه قادر على تقديم وبلورة ملامح اتجاه راديكالي عالمي يمكن أن يكون اتجاها عاما للحركة العمالية على الصعيد العالمي، وأن يوفر إطارا تنظيميا مرنا وقابل على تأمين مستلزمات تطوير حركة عمالية عصرية والتخلص من البنى البيروقراطية والسلطوية التي تحكمت بمصير الحركة النقابية والعمالية سواء في مصر والمنطقة. الحضور الكرام، إن ثورتكم لم تترك تأثيرها فقط على المجتمع المصري، إن تأثيرها امتد إلى المنطقة وإلى العالم. وقد لاحظتم أن نفس نموذج ساحة التحرير أو ميدان التحرير قد امتد إلى قلب أوروبا وإلى قلب الرأسمالية في الول ستريت وفي أمريكا. وهذه مفخرة ليست فقط لعمال مصر، وإنما مكسب لكل الطبقة العاملة في العالم. أعزائي، أنتم ترفعون شعارات تكررها ملايين الحناجر على صعيد العالم، وهي الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية. ولكن اسمحوا لي بأن أقول إن العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها وتحويلها من قيم ومثل أخلاقية إلى ممارسة إلا بتخليص المجتمع من سيطرة قسم منه على القسم الآخر والتحكم بحياته وعمله، وهذا مرهون بتدخل الطبقة العاملة في رسم مصيرها السياسي في المجتمع. وبهذا الخصوص أود الحديث عما جرى في العراق وما قمنا به، وأتمنى أن يكون هذا ضمن الخبرة التي مرت بها الطبقة العاملة، سواء في فشلنا أو في اندحارنا، وفي الدروس التي نستخلصها من المرارات ونحولها إلى عبر وإلى استراتيجية نبني على أساسها انتصاراتنا. لقد سعى العمال في العراق لتنظيم أنفسهم بعد الاحتلال، ولكن السلطات
التي كانت تدير مجتمعا محطما ومنهارا وتساهم في تدبيره تناست كل شيء إلا منع العمل النقابي، واستمرت بفرض قوانين النظام السابق سواء في أرجاء العراق وحتى في منطقة كردستان التي لم يكن فيها النظام السابق منذ عام 91 والتي يصفها الغرب بأنها واحد ديمقراطية. استمروا في قمع التنظيم النقابي وفي منع العمال من تنظيم أنفسهم، واستمروا في فرض قرارات وقوانين النظام البائد التي تجرم الأضرار وتمنع العمال من تنظيم أنفسهم في القطاع العام. لقد خرجنا في بغداد منذ الأيام والساعات الأولى لانطلاق الثورة في مصر، وهتفنا مع عمال وجماهير مصر بانتصار الثورة، ثم نظمنا أول عمل واسع وأول محاولة للالتحاق بالثورات في المنطقة يوم 25 شباط فبراير، ولكن السلطات المدججة بالسلاح قمعت الانتفاضة في بغداد وعدة مدن وفتحت النار بأسلوب مماثل ومطابق تماما لما كان يقوم به النظام السابق، رغم ادعاء الديمقراطية ورغم تشدق الغرب وأمريكا بأنها بنت الديمقراطية في العراق وأزالت النظام السابق. لقد فتحوا النار على الجماهير والعمال العزل وقمعوا أول محاولة من جماهير العراق للالتحاق بالثورات، ولكن رغم الانكسار أنا واثق من أن الجماهير مستعدون وأنهم ينظمون صفوفهم ثانية ليلتحقوا برفاقهم وبمسيرة الثورات، ونأمل أن تكون الثورة المصرية قاطرة لهذه الثورات وقاطرة للثورات في المنطقة وفي العالم. أعزائي ورفاقي، إن ثورتكم هي رافعة للثورات والاحتجاجات الاجتماعية في المنطقة وفي العالم. إنها مكسب لكل الطبقة العاملة وللجماهير المتطلعة للحرية في العالم. أخواني الأعزاء، أقول بهذه المناسبة إن الأزمة العالمية ألقت بظلالها على كل العالم وبضمنها مصر، وتوقفت آلاف بل عشرات الآلاف من المصانع، وشاهدنا قبل قليل معملا يضم 537 عاملا متوقف، والعمال يحرصون على الاستمرار في موقع عملهم ولا يغادرونه، ويتقاضون 5 جنيهات في اليوم دون أن يستلموا رواتبهم منذ شهور. باعتقادي رغم رغبتهم في العمل لا يجدون العمل ولا يستطيع أرباب العمل توفيره. إن على الحركة العمالية وعلى القادة العماليين أن يكون لديهم استراتيجية لهذه المصانع المتوقفة، وأن يباشروا بتدريب العمال وتحريضهم على الإدارة الذاتية للمصانع، وذلك بإيجاد خطط للإنتاج والتسويق. وباعتقادي سيكون هذا عملا معقولا أكثر مما يكون معقول توقف آلاف وعشرات الآلاف من المصانع التي تضم ملايين أو مئات الآلاف من العمال. أحييكم ثانية وأهنئ نفسي وأهنئكم في ذكرى الثورة، وأشعر بالفخر، وسنعمل على نقل منجزات وتقاليد الثورة المصرية إلى العراق وإلى بلداننا، وسنسعى إلى تحويلها إلى تقليد ثوري لكل عمال العالم. شكرا لكم. شكرا جزيلا. الآن ستبدأ فقرة استراحة لمدة نصف ساعة، ونذكركم بضرورة التسجيل لمن لم يسجل.